مرحبا بكم من جديد. نذكركم بأن تشامب هي كلمة السر لمسابقتنا على actionha.net/desertforce. حظا طيبا للجميع. نعود الآن إلى الحلبة مع الأكشن الحقيقي. المباراة الثانية من مصر. عندما تنظر إليه لأول مرة تحس بأنه إنسان لطيف، لكن في داخله مقاتل شرس يطمح للقب البطولة. قوته في الحلبة يستمدها من التمارين المكثفة وأيضا من ممارسة رياضات أخرى قاسية. درس الكابوريرا ووصل لمرحلة متقدمة تجعله منافسا حقيقيا في حلبة ديزرت فورس. علي أحمد يوميا بتمرن عشان أوصل لمستوى إن أنا أكون بطل العرب في ديزرت فورس، وبعد كده بطل العالم إن شاء الله. فايت الجاي في ديزرت فورس هيخلص قبل أول جولة بالضرب القاضية إن شاء الله. لنقابل المقاتل الخصم من قطر. إنه أول مقاتل قطري، هو مصارع حقيقي قادم من قطر ليثبت أن المصارعة الحرة من أقوى فنون القتال. انظروا إليه، يبدو عنيفا جدا لكنه يخفي جانبا آخر من شخصيته. انتظروا حتى تشاهدوه في الحلبة. علي النعيمي. أنا قاتل من أجل قطر، من أجل أرفع علم قطر، أنا لأجل أروي الناس كلهم أنا في أبطال قطريين في قطر. من ينتزع اللقب؟ من هو أقوى العرب؟ المصارعة تساعد على إسقاط، تعتبر أقوى رياضة في إسقاط الخصم على الأرض وتثبيته على الأرض، وتعتبر الإسقاط الخصم على الأرض وتثبيته أظن راح تكون 50% من الرياضة. الركن الأزرق المتمرس في الملاكمة والمصارعة، وزنه 77 كيلو، من قطر. رحبوا معي بعلي النعيمي. في الركن الأحمر المتمرس بالبرازيليان جوجيتسو والكابويرا، وزنه 77 كيلو، من مصر. علي أحمد. تحدي. أعزائي المشاهدين، نشوف علي النعيمي بالشرط الأسود. راح نشوف مباراة حامية جدا جدا جدا. هل تستطيع رقصات علي أحمد القتالية التفوق على المصارعة التي يحترفها النعيمي أو العكس؟ سنرى في انتظار إشارة حكم المباراة إيف لافين من اليو اف سي. إيف لافين نعم، حكم معروف، حكم في اليو اف سي وغيرها من البطولات القوية في الولايات المتحدة وكندا. نشوف الآن تلاحم بين اللاعب علي من مصر واللاعب علي النعيمي من قطر، وطبعا التلاحم هو يعني يساعد اللاعب الرسلينج. نشوف الآن اسقاط، يحاول اللاعب المصري اسقاطه، لكن النعيمي استخدام الرسلينج وردة فعل قوية من اللاعب علي أحمد من مصر. الآن رمية عكسية كانت عمار جميلة، ردة فعل قوية من اللاعب علي، والآن سويب أو قلبة من علي النعيمي. ونشوف الآن التحام على الشبك. علي النعيمي يحاول انه يسيطر، وعلي احمد من مصر يحاول انه يسقط اللاعب علي النعيمي. نشوف وقفة علي النعيمي هي وقفة مصارع، لاعب يتمكن يمتلك مهارات مصارعة. ضربة على الرأس من اللاعب علي احمد لعلي النعيمي، والآن ركلة قوية من علي النعيمي، ركلة قوية. علي النعيمي يتدرب مصارعة في روسيا. محاولة هنا عمار كانت من علي احمد على الخنق، لكن
لم تنجح من الواقف، ما كانت فعالة أخ محمد. ونشوف محاولة ثانية من علي النعيمي، ضربات متتالية على بطن أو خصر علي النعيمي. نعم الحكم أوقف اللاعبين لأن كان هناك نوع من الستولينج. مصارعة الآن، إسقاط على الأرض من علي النعيمي. الآن يحاول السيطرة الجانبية، وهذا ما يميز المصارعة على باقي الرياضات في الفنون القتالية. ويحاول ضربات في الكوع جانبية من علي النعيمي. علي أحمد من مصر. علي النعيمي الآن يحاول السيطرة، حاول محاولة قلب لكن لم تكتمل. علي النعيمي الآن في السيطرة الجانبية على اللاعب علي أحمد من مصر. الآن يجب على علي النعيمي أن يصعد إلى أعلى البطن ليحاول إنهاء النزال بلكمات. محاولة هروب من علي أحمد من مصر. ماذا ينتظر هنا علي النعيمي؟ أشوف علي النعيمي الآن كي يسيل كلمة من اللكمات على وجه اللاعب علي النعيمي، لكن ما راح تكون فعالة من الجانب. لازم يحاول يسيطر على ذراع علي أحمد الأيسر. لكمة أخرى من علي النعيمي، كوع جانبي. ولاحظ عمار يد علي أحمد اليمنى. الآن لكمات متتالية حلو. والآن أخذ الظهر، هروب أخطأ علي النعيمي. كانت منها علي أحمد لأن ما كان مثبت علي النعيمي تثبيت على الأرض قوي. تشوف الآن على لكمة متتالية من علي أحمد. علي أحمد يحاول يحمس الجمهور. علي أحمد لكمة متتالية. يجب على اللاعب الآن أحمد النعيمي محاولة إسقاط. الآن الحكم يوقفهم لأن ما كانت فعالة. هذه ثاني مرة يسويها الحكم عمار. يبدو أنه يبغى أكشن طول الوقت. لازم المباراة لازم تكون فعالة. والآن محاولة ركل بالرجل اليمنى فاشلة. الآن محاولة لكمات متتالية. علي النعيمي الآن يسيطر. إسقاط من علي النعيمي. هنا دور المصارعة هي أقوى رياضة في الإسقاط. الآن علي النعيمي في الإغلاق الكامل للاعب علي أحمد. الآن الإغلاق الكامل. علي النعيمي الآن يحاول يصير من اللكمات. ما تكون فعالة محمد من هالجهة هذه، ما تكون فعالة. يحاول لازم الهروب. ويجب على اللاعب علي أحمد من مصر انه يحاول يمسك بالعضله ثنائيه الرؤوس او ما تسمى بالبايسبس لتفادي لكمات علي النعيمي. مسك الراس ما راح يكون فعال من هالناحيه. شيء من اللكمات، كثره اللكمات سوف تؤذي اللاعب علي احمد من مصر. مثل ما قلت لكم الان علي النعيمي يحاول سيل من اللكمات. مباراه قويه حماسيه المباراه. علي النعيمي بالسيل من اللكمات القويه. علي النعيمي الان بالسيطره الجانبيه ولكمات على راس علي احمد من مصر. الحكم قد يوقف المباراه اي وقت اذا شاف ان اللاعب علي احمد لم يدافع عن نفسه بالطريقه المطلوبه. يجب ان يدافع، يجب ان يتحرك. علي النعيمي بسيل من اللكمات والسيطره. والان يجلس على الماونت او ما يسمى بالسيطره العلويه وسيل من اللكمات. علي احمد من مصر لا يستطيع ان يدافع عن نفسه. الان حكم سوف يوقف المباراه اعزائي المشاهدين. علي النعيمي من خطر بالضربة الفنية القاضية في المباراة الثانية هنا في المملكة الأردنية الهاشمية في بطولة كيزر فورس على الMBC أكشن. بعد 4 دقائق و37 ثانية فاز اللاعب علي النعيمي بإيقاف الحكم النزال. كنا نتكلم اثناء المباراه ان انت لاعب مصارع وتحب المصارعه، وقدرت تعتقد من خلال المباراه انك تثبت او تستخدم المصارعه عشان تفوز بالمباراه. في الاسقاط الاول ما توفقت، لكن في الاسقاط الثاني قدرت انك تجمع اللاعب وتفوز عليه. شكرا خاص للجمهور. شوف اللي عاد تفضل اشجاع الاستمتاع. هذه كانت الرميه العكسيه. شكرا اذا علي النعيمي ومبروك الفوز. طبعا حتى اشكر الكباتن اللي ما قصروا معي. جاسم درويش، جلال الناعي، محمد، شكرا لكم جميعا. شكرا. علي النعيمي جمهورنا الكريم.